على الخط معنا. مساء الخير نداء الأحمدية. مساء الخير استاذ نيشان. الليله حلوه كثير، هيدي ليله استثنائيه بمايسترو. بدي اهنيك نيشان. شكرا. وما تكون زعلت مني الاسبوع الجاي بنعوض حلو بمر يا حلو. بدي احكي مع الاستاذ الكبير. حبيبة قلبي، تخيل انه مجموعه من اللي معي او انا معهم وقاعدين عم نحضركم منغازين كلهم مني، لانه انا اخذت هذا الامتياز اني اقدر احكي معك. الله يخليك. طبعا ما قصدي غازلك، قصدي غازل الانسان فيك. انت عارف انه احدى ابرز المصايب يلي عم بتعيشها المراه العربيه هي الحاجه لرجل جبل بيمثل النموذج الاعلى للقبيله النسائيه العربيه. نحن بنفتقد للرجل المثال، وانت استطعت استاذ انك تكون هيدا المثال من خلال المشهد بالوقت اللي نحن فيه عم نتخبط بكل هالمشهد العربي واللي عم تغلب عليه انصاف وارباع واشباه الرجال باستثناء نادرين وقلائل. تقريبا ما في شيء حلو مثلك ومثل امثالك. انا انثى اخاطب صوره لانك كنت الصوره الحيه اللي تحرشت بوجداني والقيت بكل جماليتك على حلمي. انت مثقف غير سمج، وبتعرف مشكلتنا مع المثقفين المعقدين غير القادرين على انتاج حب. انا بشكر حضورك وبحيي فيك وبرحب فيك يلي جاي من جبل العرب، يلي بعتنا بطفولتنا مسك وهلا عم تبيعنا اغلى واحلى من المسك. الله يخليك. ميرسي انه اعطيتوني فرصه احكي معكم. نداء الأحمدية، اعطيني ميزه بيتفرد فيها رشيد عساف دون كل النجوم العرب. كيف ميزه رشيد عساف يتميز بكل الميز. يعني ما ببالغ اذا بقول هو الفضيله الكبرى بعيني بأذني بقلبي بوجداني، وما بعتقد انه انا بمثل شريحه صغيره ابدا من النساء الواعيات لجرح لقهر لألم لعذاب. وما بحب انه المشاهد يعتبر انه انا عم بعمل رساله غزل اباحيه او علنيه بهالجرأه. بحب يفهموا انه نحن بحاجه لمشهد رشيد عساف، لهذا المشهد الرجل بكل قيمه بكل قيمته بكل عزته بكل رفعته، بوس جبينه العالي وبوس جبينك اللي بده يعلى يا نيشان. شكرا. ناطرين لك الأربعة. شكرا. شو هي قصيدة نثرية معاصرة جدا جدا. يعني أنا ما شو بدي أعبر معها. أنا مشكلتي ما بعرف أجامل يعني، بس بحبها كثير وهذا وسام أكيد. ومبروك المجلة، إن شاء الله يا رب دائما لقدام إطلاقا. قد الفنان لازم يضل قدوة على طول.